السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بيكم في قناة سليمان. أنا أحمد سليمان في فيديو جديد. ولأن شركة واتشت قدمت فينا بلاغ خلت اليوتيوب يمسح كل الملخصات اللي على القناة، فاحنا عملنا لكم أفضل 10 مسلسلات كوميدية قديمة. لو ما سمعتهاش فانت فايتك كتير جدا. بس في البداية بتمنى انك تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل جرس الإشعارات علشان يوصلك كل جديد وجديد. رقم 1، مسلسل ألف سلامة. أحمد عيد والأستاذ أحمد خليل الله يرحمه عاملين مسلسل جميل جدا بتدور أحداثه حول سلامة اللي بيكون حرامي هو ومراته، وده بيتسبب في موت مراته وقت عملية سرقة. ولما جرب يتوب صحاب السوق بيشدوه مرة تانية وبيخلوه يروح لبرهام وبيشتغل عنده علشان يسرقه، وبيبدأ رحلة تدويره على بنت برهام. حلقات المسلسل 30 حلقة. أما رقم 2 فهو مسلسل مبروك جالك قلق. هاني رمزي عمل مع غادة عادل مسلسل جميل جدا، واعتقد ان في ناس كتير جدا ما شافتهوش، وده بتدور احداثه حول مبروك اللي بيكون طالع مدرس، وتشكر اللي بتكون طالعة في دور خطيبته، ووقت ما بيكون في بيت بيدي درس خصوصي اللي خارب بيوت الناس بيتدبس هو وخطيبته في مشاكل كتير جدا، وبيحاول يحمي ولاد صافي وبيته وكمان فلوسه. اما رقم 3 فهو مسلسل اللص والكتاب. سامح حسين مع الاستاذ حسن حسني واحمد راتب عاملين مسلسل بتدور احداثه بين فطيم الاستاذ وميشو الحرامي، وابوهم سيد الحاوي وعمهم انس، ودول اللي بيكونوا قاعدين في بيت واحد، بس فطين انس هو اللي مربيه. اما ميشو فبيكون طالع لابوه سيد الحاوي، وبيحاول فطيم وانس انهم يعدلوا سلوك ميشو وسيد الحاوي. المسلسل جميل جدا وعدد حلقاته 30 حلقة. اما رقم 4 فهو مسلسل قديم شوية، الزنكلوني. على الرغم من ان المسلسل ده قديم بس جميل جدا جدا. انا لسه سامعه من فترة قريبة وتابعته لحد النهاية، وسنة انتاجه 1987، وده اللي عامله الاستاذ محمد رضا وآثار الحكيم وحسين الشربيني وهياتم. وبتدور احداثه بين عوض الزنكلوني اللي بيظهر كل حلقة في شخصية جديدة بيحاول فيها النصب او سرقة الناس، وكل مرة بتظهر آثار الحكيم على هيئة ضميره اللي بيصحيه كل مرة، ولكن بيرجع تاني يسرق وينصب. المسلسل على قد ما هو قديم لكن جميل جدا. اما رقم 5 فهو مسلسل حميها حراميها. سامح حسين رجع بمسلسل مع عايدة رياض وايمن زيدان، وبتدور احداثه لما بيتفرق ميشو عن عيلته وبيختفي، وبيظهر وهو بلطجي وحرامي مع التوبجي. وبتدور احداثه حول فطيم لما بيقابل ميشو اللي بيكون متكلف يسرق منه ورق لناس مهمة، وفطيم بيكون طالع محامي وبيحاول ميشو انه يحمي اخوه فطيم من اي اذى يتعرض له. والمسلسل فكرته مختلفة عن اللص والكتاب، وده اللي هيخليك تتابعه. 6، أزمة سكر. رجعنا مع أحمد عيد تاني وهو سكر اللي عايش في سلمون القماش لما يعرف إن عمه مات ولازم يسافر، وبيبان ان عمه غني جدا ومشهور، فبيسافر علشان يحافظ على بناته الاربعة بمساعدة حنان مطاوع اللي طالعة محامية، وكمان الاستاذ سامح السريتي وهو شفيق المحامي. وبيحاول سكر يخلي بنات عمه يحبوه ويحافظ على مصنع وفلوس عمه. اما رقم 7 فهو عبودة ماركة مسجلة. ورجعنا تاني لسامح حسين مع هالة فاخر والاستاذ لطفي لبيب عاملين مسلسل وبتدور احداثه حول عبودة اللي بيكون على نيته جدا، وبيحاول يشتغل علشان يساعد امه سيدة واخواته، وكمان يتجوز بنت عمه اللي بيحبها، بس بيتدبس في مشكلة كبيرة جدا وبيحاول يهرب من ناس بتحاول تقتله. المسلسل جميل جدا وعدد حلقاته 30 حلقة. اما رقم 8 فهو ابو ضحكة جنان او قصة اسماعيل ياسين. الاستاذ اشرف عبد الباقي عامل مسلسل جميل جدا من احسن المسلسلات اللي هتعيشك جو مصر زمان، وبتدور احداثه في سرد قصة اسماعيل ياسين بالظبط وبكل تفاصيلها، من أول ما بيتولد ويعيش في حالة من الزهق والوحدة لحد ما بيبقى أشهر مونولوجيست في مصر والوطن العربي، وبيسافر أكتر من مكان وبيعمل أكتر من عمل بعد ما بيعيش حالة من الفقر الشديد. أما رقم 9 فهو مسلسل وانت عامل ايه. خد بقى عندك يا سيدي الاساتذه محمد هنيدي وعلاء مرسي وصلاح عبد الله وعلاء ولي الدين الله يرحمه مع هالة فاخر وسعيد طرابيك الله يرحمه عاملين مسلسل جميل جدا بيحكي كل حلقة او 2 قصة شكل بين كل واحد فيهم، بفيتو اللي بيكون طالع فنان، وكريم اللي طالع شاعر، وابو النجا المحامي، وجعيدي اللي بيكونوا هربانين من البلد بعد ما عملوا مشكلة وبيقعدوا ويستقروا عند صاحبة البيت اللي بتحب كريم.
حابب ان اوضح اننا وصلنا لاخر مسلسل معانا، وحابب ان اوضح ان بطلب منك تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل جرس الاشعارات علشان يوصلك كل جديد. رقم 10 معانا والاخير هو الزناتي مجاهد. سامح حسين عامل مسلسل في 2011 بالنسبة لنا من احسن المسلسلات اللي كنت بسمعها في رمضان زمان، وبستنى كل حلقة بفارغ الصبر. وبتدور احداثه حول مجاهد اللي نفسه يتجوز حبيبته، ولما بيحاول يتجوزها بيطلبوا منه بطاقة، وهو اصلا بيكون ما طلعش شهادة ميلاد ولازم يسافر القاهرة يطلعها، وده بيخليه يسافر ويسكن في فندق صناديلي مع فريال هانم وعبد الرؤوف الموسيقار والعمدة الشاعر. وبيحاول في كل حلقة يطلع ورقة شكل علشان يطلع شهادة الميلاد، وبيحصل له خلال اليوم احداث كتير جدا جدا. والمسلسل مدته 30 حلقة. ولحد هنا بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو انت وصلت لهنا فاعرف اني بحبك جدا جدا، وبطلب منكم تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا جرس الاشعارات علشان يوصل لكم كل جديد، واستنوا مننا باقي الفيديوهات اللي جاية. سلام.